ايوه هنروح نجيب بقى حارس مرمى ليه؟ ما احنا مش واثقين في حارس عنده 25 سنه ان هو يقدر يقود الفتره اللي الشناوي هيغيبها. هنثق فيه امتى بقى؟ حوار بيض قوي حوار ان اللاعب يقعد في النادي لحد 25 سنه ويتسمى ناشئ دي. طب لما انت لسه مش واثق في مصطفى شوبير ليه وافقت على خروج علي لطفي من البدايه اصلا؟ افضل اكرر واقول ان عدم خروج مصطفى شوبير من 4 سنين فاتوا كانت غلطه، انك ما قدرتش تقف على مستواه. هو هينفع يكون الحارس الاساسي ولا لا؟ وانا اصلا مش متقبل فكره ان في حارس عنده 25 سنه مش مفيد دلوقتي ومحتاجين نطلعه اعاره. امال هيبقى مفيد امتى؟ في قرارين مهمين دلوقتي لازم يتاخدوا. القرار الاول تاخد ريسك وتلاعب مصطفى يغلط ويشيل نتيجه غلط. طب ليه؟ عشان من البدايه انت غلطت انك ما خرجتوش اعاره تقف على مستواه. طب القرار التاني ايه؟ تروح تجيب حارس اعاره 6 شهور مقابل ما تسيبش مصطفى. لازم تخرج مصطفى ال6 شهور دول كمان يحاول يثبت نفسه في نادي تاني، وتطلع حمزه علاء اللي هو الحارس التالت طلعه حارس تاني. كده هيكون انت حليت كل مشاكلك تقريبا. اما مش واثق في مصطفى فجبت حارس كبير يشيل ال6 شهور بتوع الشناوي. مصطفى نفسه خرج اعاره عشان يثبت نفسه، وفي نفس الوقت رقيت الحارس التالت ليك اللي هو حمزه علاء لحارس تاني. هي مش بالتخطيط، هي بالعقل. يا صح ما تنساش بقى تعمل لايك وفولو وتقول لي رايك في كومنت. هل الاهلي محتاج حارس مرمى؟